السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين شهوات حياتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الدجاج اللي تيجي خطير، وواحد الطريقة غادي ديروها للدجاج ديالكم، غادي ديرو عراضة على حقها وطريقها في النهار. البنات ما تحتاجوش زعما تكثروا عليكم في سميتو في التحضيرات. واحد الدجاج اللي تيجي خطير وما فيهش بزاف ديال التماره. هنا الشرموله يا البنات، غنبدا لكم بالشرموله ديال الدجاج، حيت اول حاجه تنبداو بها هي نشرملو الدجاج ديالنا، يا نشرملوه بالليل او لا نشرموه في الصباح بكري. هنا عندي القزبور ومعدنوس مخلطين، حتى كنت دايراهم في الفريغو. هنا لي زيرب دو بروفونس والثومه، البزار. لي زيرب دو بروفونس البنات انا تناخذهم في الدي، غير تنديرهم في ديك القرعه ديال العطريه. تناخذ ديك البواطه الكبيره. هنا تندير الملحه البنات والشرموله على حساب قداش ديال الدجاج غديرو. انا عندي 3 دجاجات صغيورين، ما كبارش بزاف، ما متوسطين ما صغار، المهم مويا، غتشوفوهم راه صغيورين شويه. هنا عندي التعصيره ديال الحامض البنات تنديرو مزيان، يعني واحد التعصيره نيت. المطغد، القزبور ومعدنوس، عندي لي زيرب دو بروفونس، عندي البزار، عندي تومه. صافي هنا تنخلط كلشي. راه البنات نسيت الماء ديال البصله، غادي نزيدها واحد شويه، راه ما بينتهاش معكم هنا. واحد شويه ديال الماء ديال البصله تنديرها لديك الشرموله ديالي. هنا الدجاجه البنات، شوفوا راه الدجاج راه صغيور. هنا خديته بحال قلتو البارح بالليل، انا عندي العراضه اليوم. البارح بالليل خديت انا الدجاج، شوفوا راه باقي شاد في راسو. الدجاج البنات اول حاجه ملي تتجيبوه تتغسلوه مزيان. مني تيتغسل الدجاج تترقدوه تديروه في الصفايه باش يتصفى، يعني داك الدجاج يتحيد منه الماء. مني تتحيد منه الماء ديالو غادي تاخذوا يا البنات البابي ديال الكويزين، بابي القاعد، يعني غادي تاخذوه ولا شي زيف نقي ولا نتوما المهم شنو تستعملوا في الكوزينه ديالكم. مسحوا داك الدجاج، خاصو يتمسح من الماء ما خصوش يبقى في الدجاج هكا. باش تنجح معكم اي وصفه درتوها في الدجاج ديالكم، ضروري الدجاج ديالكم يتمسح مزيان من داك الدم وداك الماء وداك الشيء، عاد ندخلوه للفريغو او لا عاد نستعملوه. هنا انا تنشرمل الدجاج ديالي، شرملته من الليل، بالليل شرملته مزيان وخليته في البلاطو اللي غادي ندخلو الفران. شوفوا راه دايره ليه الورقه ديال الفران، دايراه كيما غادي ندخلو هكا، غادي ندخلو انا الفران، غادي تشوفوا كلشي معايا. هنا صباح بكري فقط غادي نوجد الشرموله اولا الحشوه اللي غادي نعمر بها الدجاج، وميمطون غادي ندير بها لي سيجار ولا البريوات ولا البسطيلات ولا نتوما شوفوا شنو بغيتو. هنا عندي البصله، عندي الفلافل انواع الالوان، وعندي لي شامبينيون. هادشي اللي عندي. درت ليه القزبور ديالو، شويه ديال الثومه، ودرت هنا التحميره، البزار، الحرقوم، هذيك الملحه. صافي وتنخلط كلشي وتنخلي كلشي يتشحر. بالنسبه للتشحار البنات ضروري العافيه تكون مرتفعه بزاف، وضروري واحد المقله اللي تتكون ديال التشحار، يعني مقله ديال التشحار. انا هنا خديت واحد المقله اللي كتكون عندي ديال التشحار، دائما تنشحر فيها. ملي كنزيد عليها العافيه تتشحر ليا الحاجه، ماشي تطيب. راه كاين فرق البنات بين التشحار وبين الطياب، خاص الحاجه تشحر مزيان، يعني داك الماء ديالها ما تطلقوش، تكون شاده في راسها. هنا البنات درت الشعريه الصينيه ديالي، درتها في الماء. هنا قطعت الدجاج طريفات صغيورين. شوفوا هاد الحشوه راه خطيره، شوفوا كي كتجي الحشوه مشحره مزيان. عاد درت عليها داك الدجاج حتى هو باش يتنسم مزيان مع ديك الخضيره. هنا الشعريه الصينيه البنات خليتها في الماء، دابا غادي نصفيها ونقطعها بالمقص. هنا تندير كروفيت مقطعه طريفات صغار. صافي تا غادي ندير الشعريه الصينيه، يعني حتى بغيت نطفي على ديك الحشوه عاد درت الكروفيت البنات راه تطيب غير بالصهد، ما محتاجاش بزاف ديال الطياب. هنا تنخلط كلشي وتنخلي ديك الحشوه طيب تبرد يا ربي. كما قلت لكم راه هنا فقت بكري ودرت الحشوه تا بديت بها هي الاولى باش تبرد تماما، باش ندير داك الدجاج نديرو يطيب على خاطرو. هنا مني طفيت العافيه درت ديك التعصيره ديال الحامض. شوفوا البنات كما قلت لكم راه كثرت الحشوه
باش ندير بها نعمر بها الدجاج ديالي او ميم طون ندير بها بريوات. هنا مني عمرت الدجاج، راه الفيديو البنات تمسح لي الله اعلم ما عرفتي مشى ليا. المهم عمرت الدجاج بديك الحشوه مني بردات. هنا الحشوه اللي بقات زدت عليها لا كريم، ها هي لا كريم فريش، وزدت عليها الفرماج باش تجيني باش تجيني واحد الحشوه اللي كيفاش غنقول لكم، الحشوه اللي زوينه بنينه. المهم البنات خطيره. هنا تنوريكم البنات في الورقه اللي تنستعمل. راه هنا ما عندناش ديك الورقه اللي بحال ديال المغرب، يعني تلعبي بها كيف ما بغيتي. داكشي علاش انا تندير السيجار كندير السيجار بزاف، يعني ما كنقدرش ندير البريوات، وما كنقدرش ندير هكا بسيطلات صغيورين محيدقين، ما كنقدرش نديرهم بهاد الورقه. هاد الورقه سبحان الله ما كتحكمش فيها كيف ما بغيتي. هنا الحشوه اللي بقات كما قلت لكم غادي نخلط معاها الفرماج ولا كريم. شوفوا الدجاج ديالي راه عمرته، راه في داك المولى البنات فاش ديك الطاوه فاش شرملت الدجاج ودخلته للثلاجه حتى الغد ليه. ها نتوما درت ليه الشرموله ديالو اولا درت ليه الطعميره ديالو وغطيته بالبابي، عاد درت عليه الالومنيوم من الفوق، وغادي ندخلو للفران. غادي ندير الدجاج ديالي على 165 درجه، كيطيب على خاطرو، كيجي مجمر محمر خطير واعر. ما تنزيد عليه قطيره، عطي قطيره ما زدتها عليه ديال الماء، خليته هكاك على 165 درجه، جا بنين. ديك الحشوه ما نعاودش لكم، واحد البنه فيها خطيره بزاف. وكديري عراضه بواحد الحشوه دجيجات ديالك في الفران، وهذا شليضه وهذا وبريوات. انا درت بحال قلتو يعني الدجاج بلا مرقه بلا والو، ديك الزيت اللي طلق خويته عليه من الفوق وزوقته بهاد الكروفيت البنات. الكروفيت شنو فيها يعني حمرتها تحميره خطيره بزاف. هانتوما غتشوفوا عندي هنا التحميره، عندي شويه التحميره، القزبر ومعدنوس، الثومه، الحامض، البزار، الملحه، كنخليهم شويه الزيت العود، كنخليهم تيسخنوا شويه، عاد ندير عليهم الكروفيت ونشرملها مزيان. هي باش تنزوقها البنات، تنزوق بها الدجاج من الفوق ملي تنخرجوا من الفران، تنزوقوا بالكروفيت من الفوق، زعما الغابيل كوم راه عامر بالكروفيت من الداخل صافي. والباقي راه زوقت به الشلاضه ديالي. بالنسبه للشلايض البنات راه ما شاركتهمش معكم، شلايض عاديين يعني تقدروا ديروا كلشي بالليل، يعني هكا الباربه ديالكم وكلشي تقادوها بالليل. ايوا غد ليه الصباح كلشي كتخرجوه من الثلاجه وكتستفوه في شلاضه، راه ساهله بزاف. المهم بالنسبه للدجاج راه عطيتكم الطريقه. ديروه من بالليل، يعني تقدروا تتعمروه بالحشوه ديالكم بالليل، تقدروا البريوات ديالكم ديروهم بالليل. بالنسبه للبريوات اولا السيجارات البنات، بغيتو ديروهم في الفران ديروهم، بغيتو تقليوهم غادي ديروهم في شويه ديال يعني غادي تخلطوا بيضه مع شويه الحليب، وغادي ديروا فيها داك السيجار وديروه في لاشابليو وتقليوهم. انا هكاك درت لهم تيجيو خطيرين، جاو فنين. كما قلت لكم بالنسبه للحشوه بننوها يا البنات، مليحه ديالها البزار ديالها، وخليوها تشحر مزيان تشحير، تكون العافيه مرتفعه، وديك المقيله اللي كتكون ما تقيلاش بزاف، يعني ماشي بحال الطاجين طيب ليك طلق ليك الخضره ديالك طلق ليك الماء، لا ما خصهاش تطلق الماء، خصها تحمر يعني خصها تشحر كما قلت لكم. ايوا هذه هي الطبيله ديالنا. شكرا لكم بزاف، تنتمنى هاد النصائح ينفعوكم. شكرا لكم بزاف.